السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة شهوات صفاء. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا جبت لكم واحد البسبوسة معلكة وغزالة وطريقة سهلة، وصراحة الله غادا تعجبكم بزاف بزاف. تبعوا غير المقادير وطريقة التحضير، تجي غزالة ومعلكة ومشربة ومسقية مزيان، شي حاجة اللي زوينة بزاف. كنتمنىكم بأن الفيديو يعجبكم وينال الإعجاب ديالكم. ما تنسوناش بلي لايك والاشتراك اللي أول مرة غادي يزور القناة، شاركوا باش يبقى يوصلكم كل جديد. شوفوا البسبوسة ديالنا كيفاش تجي غزالة وكتجي كتفتت وتذوب في الفم. غزالة 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 بزاف، وكنتمنىكم انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة حتى نديروها هو تنديرو السيرو اللي غنسقيو به البسبوسة ديالنا. كناخدو كاس ديال الماء وكاس ديال السكر سنيدة، وهنا كاس ديال الليمون. صافي هنا غادا نوضعهم فوق النار لمدة واحد 10 دقائق. تيغلى مزيان، عاد نحسبوا من وراها لواحد المده ديال 10 دقائق. هنا غنحركوا داك السكر ديالنا ضروري باش ما يهبطش لينا غير لتحت وتحرق لينا الكاسرونه ديالنا. ضروري بعد ما يغلى مزيان نحسبوا مده 10 دقائق. خاصو ضروري يكون بارد قبل ما طيب البسبوسه ديالنا. هنا غادي ناخذوا نصف كاس ديال الزيت وكاس ديال الليمون وكاس الا ربع ديال السكر سنيده وكاس ونصف ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات وكاس تقريبا نصف كاس ديال الدقيق الابيض، وزيده فوق منه واحد المعلقه صغيره 2 خمارات وفانيا ودانون ياغورت بالفاني. وهنايا عندي 2 بيضات والبشور ديال الليمون اللي حكيتهم. وهنا عندي واحد طريقه ديال الملح. هنا صافي درت البيض ودرت سكر سنيده وغادا نضيف عليهم حتى الفانيا وغادا نطربهم مزيان حتى ينسجموا ليا مع بعضياتهم. الا بغيتوا تضيفوا كل شيء في الخلاط الكهربائي ديال المولينكس يتطحن لكم كل شيء ماشي مشكل. المهم انا كتعجبني انني كنستعملها على هذا الشكل هذا حتى تجي غزاله وتجي فته وتيجيو الحبيبات ديالها مفرزين وباينين. صافي هنا غادا نبقى نطرب حتى يبيض معايا الخليط على هذا الشكل هذا. ماشي بالضروره انك غادي تطربوها بزاف ولا تستعملوا الطراب اليدوي ولا ضروري غير الطراب اليدوي بلا ما تستعملوا لا باطور لا والو. صافي هنا ضفت داك الزيت، غادا نضيف الياغورت حتى هو صافي وغنتبع. صافي نجمع كل شيء خطره وحده، يعني غير الا بغيتو تضيفوا بالحاجه وخلاص. انا غير باش يكون داكشي واضح معكم. هنا غنضيف داك البشور ديال الليمون على هذا الشكل هذا. وهنا غادا نضيف اول كاس ديال السميده رقيقه اللي خاصه بالحلويات، وغادا نزيد نصف الكاس الاخر. الا كانت السميده ديالكم ما كتشربش ممكن انكم تزيدوا واحد الملعقه تكون مملوءه جيدا. هنا هذا هو القياس ديال الدقيق اللي عندي كيف ما قلت لكم، نصف كاس ديال الدقيق وتزيدوا معاه واحد الملعقه تقريبا صغيره. صافي هنا ضفت 2 خمارات من فئه 8 غرام. صافي وغادا نطرب الكل جيدا حتى ينسجموا مع بعضياتهم. في الاول غادا تجيكم شي شويه خفيفه، غادي تحطوها على جنب على ما وجدتوا المول ديالكم اللي غدهنوه مزيان بالزبده. غادي نتلقاوها بدات كتشرب، راه كتعرفوا السميده دغيا كتشرب معانا. صافي هنا راه خلطتها مزيان حتى انسجم ليا كلشي مع بعضياته. هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا. صافي انا غنحطها على جنب على ما درتها في المول. انا مجده المول اللي غادا دهنته ودرت فيه واحد الرشه ديال السميده. اي مول تضيفوها فيه ماشي مشكل. المهم هنا راه درتها على هذا الشكل هذا. غادا ندخلها للفرن تكون النار متوسطه، وغادا نحطها حتى طيب ليا من التحت مزيان ونعاود نهبطها تاخذ ليا اللون من الفوق باش تجينا حمراء وزوينه. صافي هذا هو السيرو ديالي بعد ما غلى بحال هكا على هذا الشكل. صافي دابا غنطفي عليه النار ونحطو على جنب حتى يبرد. صافي هنا راه كيف ما كتشوفوا راه طابت جات رطيطبه وزوينه. هنا غادا نديرها في الطبسيل اللي غنقدمها فيه. الا درتو المول ديال الزاج ممكن انكم تخليوها فيه.
درتوها بحال هكا في شي حاجه ديال شي مول اخر ممكن انكم ديروها في الطبسيل. صافي على هذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا معايا خليتها تتشربات مزيان واحد نصف ساعه. هنا غادا ندهنها الوجه ديالها بشويه تاع المربى الكونفيتير ديال المشماش او عسل اللي بغيتو كيتواتى معاها بزاف. الكونفيتير هنا عندي الكاوكاو او لوز اللي بغيتو. هنا انا درت الكاوكاو وحمرته في الفران وطحنته على هذا الشكل هذا. ما نعاودش لكم على مذاق حتى يجي فيها غزاله 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 بزاف. خلاص مع داك لوغو ديال الكاوكاو وشويه تاع الكونفيتير وهي مسقيه بالليمون. صدقوني راها غزاله بزاف وما تقاوموهاش صراحه الله تتجي زوينه. صافي هنا غادا نكمل ليها الوجه ديالها نزينو مزيان وبقاو معايا حتى نوريكم الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل. تتجي زوينه بزاف وكتجي غزاله. شوفوا كيفاش كتجي يعني زوينه وتحمر لك وجهك الا ديتيها للكوتي عند شي حد اولا علاش لا لوليداتنا حتى تجي زوينه بزاف وكتجي غزاله. صدقوني راها كتجي زوينه. كنتمنى من الله ان الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش بالدعم ديالكم وكنقول لكم مرحبا والف مرحبا. القناه بكم باش ان شاء الله غادا تزيد لقدام ونزيدوا مازال نعطيو اكثر فاكثر. شوفوا تبارك الله البسبوسه ديالنا كيفاش كتجي راها تجي مشربه وغرقانه وغزاله غزاله بزاف. شوفوا كيفاش كتجي زوينه وتجي تبارك الله غزاله. انا بعدا وليداتي ولا انا نيت براسي حتى نحماقوا عليها تجي غزاله بزاف. انا دائما حتى نديرها وهذه هي الطريقه المفضله عندي باش نديرها. خلاص دابا ملي تيوجد عندنا الليمون وتيكون بكثره انا كنديرها بزاف وكتجي زوينه. كنتمنى من الله ان الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. هنا كنقول لكم الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. وكنتمنى من الله ان ما تنسوناش بالدعم ديالكم. خليناكم في رعايه الله وحفظه.